في معهد شارع فاس الشادلي عطلة بالقروان طلبت البكالوريا اليوم نهار 2 جوان تعملوا في مراجعة يظل. نبداو الاستاذ سي حسين مراجعة في الفلسفة يظل. مراجعة في الفلسفة هي مراجعة عامة، هي وضع النقاط على الحروف ولمسات الأخيرة وتستهدف مباشرة المورال نتاع التلميذ قبل كل شيء. وأنا اللي نشوف فيه تو المورال مرفوع برشا عند الإنتاج، والدليل على ذلك هو أنه اقترحت موضوع جد صعب وتفاعلوا معاه تفاعل غير عادي. فهمت؟ الموضوع أنا طورته هكا لأنه يشمل أكثر من مسألة أولا، ولأنه زاد يحمل جملة من المفاهيم اللي من الصعيب ياسر أننا نتفقدونها بيسر، وهذاك علاش الوليدات قبليات سيكسر الواحد جمع المؤلف الثالث. نتصور أنهم قادرين بالفعل على أنهم يجابوا كل الصعوبات الموجودة، فقط اللي مركزين عليه كما قلنا هنا هو الجانب المعنوي. بالنسبة لي ما أعتبره جيد اليوم في الحصة تاع اليوم اللي أشرفنا على نهايتها، ما أعتبره جيد هو أولا إحساسكم بالمسؤولية، أن كل واحد مسؤول من موضوع، وهذه اللي ينقصنا في الحقيقة في بلادنا بكل وجه. خاطر كما تشوفوا السياسيين والاقتصاديين وحتى اللي يتعاملوا مع المؤسسات من خارجها سواء الدولية ولا غيره، ثم نقص كبير ياسر في الإحساس بالمسؤولية. ولهذا فإن التالي عنده المسؤولية الكافية اللي بالحق مش توصلهم إلى النجاح والنجاح. خلينا ناخذ الكلمة معنا. شنو هي الأمور المعنوية ماشية دولية؟ طبعا الحمد لله. ماكش حاش مع بالله؟ مش خايفين؟ لا لا. أها. حتى النجاح خدمنا بالعامة. حضرتكم مليح توا نتاع. في الدار شنو ضغط الاكستريس في الدار والأجواء؟ شوية هو ما شوية مسؤولية، خاطر كي تفك الدار معناها لأنك كنتي ملزمة بالنجاح والفرحة. تحس بالحق المسؤولية ولازم تكون قد المسؤولية. إن شاء الله ربي ينجحك. إن شاء الله. خوف معناه دافع عن النجاح هو دافع عن الشمال. كنا نسمع إن شاء الله ربي ينجحك. خلينا نشوفوا عاد. ايش الامور؟ ها؟ لاباس ثم تحمل المسؤوليه وثم مسؤوليه وثم ستريس. لاباس. ان شاء الله ربي يوفقكم. معنا مراجعه نتاع لمسات اخيره. ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينجحكم الكل.